بس الحقيقه انا اشتغلت كمهندس لمده اسبوعين. فشلت في 14 شركه قبل ما اوصل لسوق. كان عندي عاده ما كانتش كويسه، ولقيت ان انا كنت ببني كلتشر غير ايجابي تماما. لا انا مش امازون، انا ما عنديش امكانيات امازون، ما عنديش فلوس امازون شركه كبيره تستحمل. اللي اقدر اقوله ان لا بتطبق سواء شركه كبيره او صغيره. كان فاكر يعني اول يوم لما شحنا 15 شحنه يعني كان موضوع كبير جدا. كنت باخد المنتجات البيت عندي، ومراتي حبيبتي كانت يعني سايبه لي اوضه كده نخزن فيها البضاعه. لو في حاجه في الشغل يا جماعه كلموني، ولا لازم الدنيا تبقى بتولع؟ انا متاكد لو انا جاوبتك ومراتي جاوبتك هتاخد اجابتين مختلفين يعني. بس لما بتيجي واحد ياخد قرار لازم يبقى عندك اللي هو زي فريم ورك كده، اللي هو ازاي بتاخد القرارات. لما بنشوف مشكله اول حاجه، عمر الصاحي المدير العام لامازون مصر. انا ما عنديش ادنى مشكله ان يحصل ميستيك، بس بيبقى مشكله طبعا لو حصلت مرتين. الحقيقه الثلاث حاجات اللي بحب اعملهم، اول حاجه المشروع نفسه متقدم لجيف بيزوس كمشروع هيخسر. طب هيخسر لغايه امتى؟ مدى الحياه. ليه بتقول ان المشروع لوحده بيخسر وبتقول ان ده اهم حاجه؟ انت الغرض بتاعك في شغلك ان توصلها ان انت ما يبقاش ليك لازمه. اللي عنده ايجو بيبقى صعب قوي انه ينجح في الشركه. اللي ما عندوش تراست بيبقى مستحيل انه ينجح. كل ده تفكير غلط. يعني اللي اتعلمته يمكن اهم من كل ده، اول حاجه الاستراتيجي ذات نفسها بتاعت امازون ان هي تدخل مصر، واشمعنى من خلال سوق، اشمعنى مش مثلا مباشره. في 556 مصنع متواجدين في مصر دلوقتي بيصدروا المنتجات بتاعتهم لامريكا وللامارات والسعوديه دي اكشن من اكتر الحاجات اللي اتعلمناها بعد الاستحواذ. لما بتعين حد صح دي بتبقى من افضل الحاجات، بس لما بتعين حد غلط انت بتتعب جامد. ودي لقينا كسرناها لثلاث حاجات. اول حاجه، لو بتتفرج علينا من خلال يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو بتسمعنا من خلال ابل بودكاست او سبوتيفاي او منصات البودكاست يا ريت تعمل ريتنج للبودكاست. واخيرا حابين نعرف انت يعني عايزين تسمعوا ايه مننا كمواضيع. انزل في اللينك اللي في الديسكريبشن هتلاقي سيرفي تقدر انت تصوت على اكتر المواضيع اللي انت عايزنا نتكلم فيها، او تعمل موضوع جديد والناس تانية تدخل تصوت عليه. اكتر المواضيع تصويتا بنعمل عليها حلقات. عمر، واحنا بنحضر لحلقة البودكاست لفت نظري التيم بيهايند ذا سينز قد ايه ورا الستاره في مجهود كبير قوي بيحصل علشان وقتك انت كعمر يروح في حاجات معينه ويبقى في برايورتيز معينه. وده خلاني اسال، لان بزنس اونرز كتير انا بحس بيبقوا لما بيبداوا بالذات لو هم بادين البيزنس من الصفر، بيبداوا لما التيم بيكبر 5 10 20 نفر بيبقى عندهم الستراجل بتاعه البرايورتيز، والمفروض انا اعمل ايه بنفسي والمفروض اخلي التيم بتاعي يعمل ايه. فسؤالي هنا، لو انا تخيلت ان انت كعمر مثلا هيبقى عندك حاجات معينة لازم تعملها مثلا خلال اليوم، بس مثلا ما تاخدش اكتر من وقت معين، وفي باكت تاني او في شوية حاجات تانية لا انت هتعملها حتى لو لازم تكنسل كل حاجة تانية دي لازم هتتعمل خلال اليوم. وفي مثلا باكت تالت ان لا هو انت ما ينفعش تعمل دي او دي انت مش هتعملها، في حد تاني من التيم المفروض يعملها. وممكن يكون في باكتس تانية يعني. ازاي البرايورتيز دي بتتحدد بسكيل زي السكيل بتاع امازون؟ تمام. يعني بص، هو اول حاجه طبعا عايز اشكر التيمز كلهم اللي شغالين 24 ساعه، ان هم فعليا هو الفورس الحقيقي اللي ورا الشغلانه يعني. بس الحقيقه ان الواحد يمكن المهم ان هو يقسم وقته او وقتها بشكل واضح كبرنسبل. يعني بمعنى النهارده لو بصيت مثلا قلنا الوقت بيتقسم لثلاث حاجات. الوقت اللي الواحد بيبقى مركز على الشغل اللي هو وليكن يعني ممكن طفاية حريق، والوقت اللي الواحد بيحاول ينمي من الفريق بشكل ما، والوقت اللي الواحد بينمي نفسه. وانا فاكر مرة من حوالي 10 سنين كده، كنت 11 سنة كنت في تريننج، سألوني السؤال، قالوا لي انت بتقضي وقت قد ايه في دي ودي ودي؟ فطبعا الإجابة اللي فكرت فيها اللي جت في بالي كان ان هو 90% من الوقت قاعد بحاول احل مشاكل الشغل، وليكن 10% من الوقت بركز مع الفريق ان احنا ننمي ونطور من نفسنا. والحقيقة دي كانت يمكن حاجة غلطة كبيرة جدا، وقالوا لي لا هو التقسيمة المفروض تبقى مختلفة. فقلت لهم ازاي يعني؟ ما هو فعليا الواحد بيبقى قاعد شغال، انت بتصحى الصبح في انت بتحاول تبني حاجة جديدة، فانت مش عارف تتوقع ايه تاني يوم. الحقيقة الإجابة ان المفروض واحد بيقضي 33% من وقته في الثلاث حاجات دول. فبقول لهم طب ازاي هقضي 33% من وقتي ان اطور من نفسي؟ قالوا لي هي الفكرة بس ان انت محتاج تفهم
التقسيمه دي الانواع التطور ايه اللي داخل فيهم. بمعنى النهارده مثلا انا موجود معاك النهارده، فدي احطها في اي باكت فيهم. احطها ان انا بطور التيم؟ لا. احطها ان انا بطور الشغل نفسه؟ ليكن لا. فدي بالنسبه لي تعتبر ان انا بطور من نفسي، بمعنى ان انا اعرف اجي اتكلم معاك النهارده ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن اتعلمها جديد وانا قاعد بتناقش معاك. بيبقى عندنا مثلا مراجعات اللي بنعملهم كل اسبوع وكل شهر وكل كورتر، ودي حاجه يعني موجوده في امازون في اي فانكشن موجود يعني. ففي دول الوقت اللي بقضيه فيه ده بيبقى ده راجع للتيم، ليكن هو فعليا بيساعدني ان انا افهم البيزنس بتاعي اكتر، او البيزنس او الحتت اللي انا مسؤول عليها اكتر. بس الاسئله اللي بتسالها، الطريقه اللي بتسال بيها الاسئله، طالما هي جايه ان انت بتحاول تساعد التيم، فبتقدر ان انت تطور من تطورهم اكوردنجلي. يعني بمعنى النهارده لو شايف مثلا رقم نزل الاسبوع اللي فات عن الاسبوع اللي قبله، اسهل ما فيه نقول هو الرقم ده نزل ليه، او حد يشرح لي ايه اللي حصل هنا. بس اللي يمكن الواحد يقدر يطور من التيم اكتر انك تسال طيب هو احنا شايفين ان في مشكله؟ فيرد يقول لك مثلا في مشكله. طب وانت لما بصيت فيها حسيت ان او لقيت ايه الغلطه اللي كانت موجوده؟ فبتلاقي ان انت لما بتسال الاسئله بشكل مختلف شويه بتقدر ان انت ترجع الامباورمنت ده، ان الشخص ياخد القرارات بشكل ايجابي، ودي من خلالها بتقدر انت بعد كده تسكيل كبزنس يعني. طيب اسالك سؤال غريب شويه في الحته دي. يعني ده حتى فضول شخصي مني. السلوتس مثلا بتاعت السكادجول بتاعتك بتبقى يعني، هل مثلا انت ممكن تبقى عندك حاجه على الكالندر سكادجول مثلا ل5 دقائق ل10 دقائق لربع ساعه، ولا مثلا انت بيبقى عندك يعني تايم سلوتس معينه اقل حاجه مثلا تاخد ربع ساعه؟ بص احنا في حاجه اتعلمناها بتبقى مفيده جدا بيسموها ميكانيزم ده اللي هو زي ما تقول بروسيس. التقسيمه بتاعتها بتبقى راجعه للاوبجكتيف اللي انت بتحاول تعمله. بمعنى لو النهارده يعني مثلا كل اسبوع عندي التيم اللي هو الدايركت اللي معايا، ده بنخصص نص ساعه لكل حد فيهم مره في الاسبوع. ودي بتبقى يمكن من اهم الميتنجز للتطورات، بس ما بتبقاش تطور البيزنس يعني. في دي ممنوع ان احنا نتكلم على اي حاجه فيها بيزنس، دي بتبقى اكتر على القرارات اللي اخدوها على مدار الاسبوع، وشايفين هم اتعلموا ايه من القرار، شايفين الفكر بتاعها كان فيه حاجه صح حاجه غلط. فتبقى هي ديفلوبمنت اكتر، ممنوع فيها اي ابديت على الستاتس بتاع الشغل نفسه يعني. وبعد كده بيبقى عندك اللي هو الميتنجز التانية اللي هي زي الويكلي بيزنس ريفيو، ده اللي هو بيبقى مراجعة مرة في الأسبوع، وفي اللي هو الشهري اللي هو المانثلي، وفي اللي هو كل 3 أشهر اللي هو كورتلي. دول بيبقوا لمدة ساعة، وما بحبش بصراحة أي ميتنج أكتر من ساعة، لأن بيبقى صعب التركيز فيها بعدها. أنت فاهم؟ فاللي بنعمله في دول إنه أي حد بيخش في دول بيبقوا اوريدي محضرين كل الدوكيومنتس بالكتابة بتاعة الموضوع نفسه، بحيث إن احنا نقدر نقرأ لمدة تلت ساعة بسكوت تام، نقدر نفهم كل الأسئلة بتاعتنا، ونخش بعد كده 40 دقيقة اللي بعدهم بنبقى بنتناقش على الحاجات اللي شايفينها كويسة أو وحشة أو عايزين احنا نطور منها. فبمعنى صح بحب بس إن هو الوقت بتاع الميتينجز بتاع الناس تبقى نص ساعة، والوقت اللي هو بتاع الميتينجز بتاع الدوكيومنتس تبقى ساعة بس. أكتر من ده بحس إن هو بيبقى صعب قوي إن الواحد يقدر إن هو يعني يديها 100%. بعد كده بتسيب حوالي 5 دقايق 10 دقايق ما بين كل ميتينج يعني. هل مع السكادجول الزحمه قوي ده، الوقت اللي لنفسك او الوقت اللي مع العيله، اولا هل ده بيبقى سكادجولد ولا لا؟ ثانيا ايه البوليسي بتاعتك في الوقت ده؟ يعني لو في حاجه في الشغل يا جماعه كلموني، ولا لازم الدنيا تبقى بتولع عشان تكلموني، ولا محدش يكلمني ابدا وانا مع العيله يعني؟ انا متاكد لو انا جاوبتك ومراتي جاوبتك هتاخد اجابتين مختلفين يعني. بس لا، هو الحقيقه تاني هي بنشوف حته اللي هو بيسموه الورك لايف هارموني، اللي هو الوقت اللي بوفق ما بين شغلي وحياتي الشخصيه. دي بتبقى حاجه مهمه جدا، لان من خلالها بتقدر انت تاخد قرارات ايجابيه في الشغل. بس النهارده لو انا قاعد شغال جمعه وسبت كل اسبوع، بيبقى صعب جدا ان الواحد يبقى موجود 100%. الحقيقه الثلاث حاجات اللي بحب اعملهم، اول حاجه
الجمعه ده بيبقى مخصص للعيله، يعني ده الوقت اللي لازم يبقى مخصص. ولو ما كانش يعني بتبقى الاهالي يعني على الفطار وكده، لو مش موجود بتبقى فيها مشكله كبيره شويه بالنسبه للشغل. حاجة تانية، مش مسألة ان الحاجة تولع او ما تولعش، هي بتبقى مهم ان الواحد يبقى باني اللي هو البروسيس اللي قلنا عليه او الميكانيزم اللي كنا بنتكلم عليه. فده هيوصلك لموقف ان ما تضطرش ان انت تتدخل في الوقت ده. طبعا بيحصل ممكن يحصل يعني نوع من الطوارئ هنا او هناك في اي حاجه، بالذات لو ليها دعوه ببني ادمين، دي ببقى حابب ان انا اخش فيها على طول. يعني لو حاجه على قد الشغل ممكن تستنى اليوم الاحد بفضل. فحتى يعني انا يمكن بطبيعتي بصحى بدري شويه، فكان عندي عاده ما كانتش كويسه اتعلمت منها من كام سنه، ان كنت بحب الجمعه الصبح الفجر كده اقعد ابعت ايميلات بكل الحاجات اللي كانت في بالي. ولقيت ان انا كنت ببني كلتشر غير ايجابي تماما، لان كنت ابعت الايميلات دي كان الناس تفهم ان هو مطلوب ان هم يردوا على الايميلات. فبقيت دلوقتي عملت سكادجولينج ان لما ببعت الايميلات تبعتها بس يوم الاحد على الساعه 6 الصبح. ولقيت الحاجات الصغيره دي لما الواحد بينتبه ليها بتبقى ممكن مش باينه ان هي حاجه مهمه قوي، بس بتاثر بشكل كبير جدا على مدار 5-6 سنين، ان انت كل جمعه بيجي لك ايميلات دي مش حاجه ايجابيه يعني. فبتبقى مهمه ان الواحد يعني يحط قواعد ويليد بالاكزامبل نفسه قبل ما تقدر انت تطلب من الناس ان هي ما تبقاش حرقه نفسها. لفت نظري دلوقتي انت بتقول لو حاجه ليها علاقه بالبني ادمين لازم اتدخل بسرعه، بس لو حاجه ليها علاقه بالشغل ممكن يستنى. ليه البني ادمين ما يستنوش والشغل يستنى؟ بص احنا عندنا يعني من اهم القواعد اللي شفتها اللي نفعتنا في شغلنا اللي هو اللي بيسموه تاننس او المبادئ اللي بتمشي بيها. اول حاجه عندنا قبل الشغل بيبقى السيفتي بتاع الناس اللي حوالينا. الناس دي بتبقى يا اما بتبقى الكاستمر بتوعك. الكاستمر النهارده بيتعرف بيه العرف اللي احنا عارفينه، اللي هو الكاستمر اللي بيشتري منك او الكاستمر اللي بيبيع من خلال الموقع. بس هو برضو الموظفين واحد من الكاستمرز بتوعك، وانت كبني ادم واخد المسؤوليه بتاعت شغلانه لازم ان انت تبقى حاططهم كالبرايورتي الاولاني. فالنهارده لو في اي حاجه هتاثر باي شكل ما على سيفتي بتاع موظف، ده الاساس بتاع الشغل الحقيقي. وبعد كده برضو حلو ان الواحد يبقى بني ادم يعني. فبحس ان ده لازم ان احنا نساعد بعض فيه، لازم نقف مع بعض فيه. لكن لو على قد ان الشغل هتبيع جهاز اقل لو ما دخلتش النهارده، بس هتاثر ازاي على الموظف اللي في التيم بتاعك على السنين اللي جايه، ان انت كل مره هتيجي على دي. لا، انت الاصح بتاعها ان تيجي لحد وتفهم ايه المشكله اللي حصلت وازاي ممكن تصلحها. فبيبقى دايما عندنا لما بتيجي واحد ياخد قرار لازم يبقى عندك اللي هو زي فريم ورك كده، اللي هو ازاي بتاخد القرارات. فعندنا الفريم ورك ده لما بنشوف مشكله بيبقى اول حاجه اللي هو توقف النزيف. يعني عندك مشكله لازم توقفها. وليكن ممكن ادي لك اكزامبل بعيد عن الشغل، هنتكلم على ابني مثلا. النهارده لو انا موجود في البيت وابني بيلعب بعجله ووقع واتخربش، النهارده اول حاجه هعملها ايه؟ عايز اوقف النزيف. فهروح اطمن عليه، هروح اشوف يعني الجرح ازاي ممكن ننضفه وكده. تاني حاجه انك تفهم الروت كوز، تفهم السبب ايه انه وقع. هل العجله كان فيها حاجه بايظه؟ هل في حد جيب العربيه في الشارع وكسر عليه؟ يعني ايه السبب اللي بيحصل ده؟ بس ده بيجي تاني ستيب اللي هو ايه الروت كوز. وتالت حاجه انك تخش تصلح الروت كوز ده. وده بيبقى اللي هو البروسيس او الميكانيزم اللي اتكلمنا عليه اللي هو الويكلي بزنس ريفيو كده. وطبعا لو ما عملتش ستيب التالت انت كده بتحط نفسك في موقف ان الموضوع هيكرر تاني. فانا ما عنديش ادنى مشكله ان يحصل ميستيك او يحصل غلطه، بس بيبقى مشكله طبعا لو حصلت مرتين يعني. فلو خدنا الاكزامبل ده وطبقناه على اي حاجه في الشغل هتلاقيها هي بالظبط. فالنهارده هل لازم ان احنا يعني نوقف النزيف؟ بس الروت كوز ممكن يستنى لتاني يوم، وممكن ان احنا نروح نبني عليه بروسيس ان نتاكد ان ما بيحصلش تاني في المستقبل يعني. لما قريت شويه عن الباك جراوند بتاعك على لينكدين، الباك جراوند دايفرس يعني. اولا ممكن ابقى غلطان بس اعتقد ان انت الباك جراوند بتاعك هندسه اصلا. صراحة. وبعد كده فتحت كذا حاجه، فتحت كذا بيزنس
وبعدين وصلت ان انت تبقى بتشتغل في سوق، وبعد كده امازون. ممكن تاخدنا في كده في الهايلايتس او النقط الفارقه اللي هو التحول اصلا من هندسه لحاجه تانية؟ انا شفت حاجات قليله قوي يمكن ليها علاقه بالهندسه اساسا في لينكدين عندك، فالتحول ده حصل ازاي؟ وبعد كده يعني الجامب بقى او النطه او وصولا لسوق وبعد كده امازون. ممكن تحكي لنا عن الباك جراوند بتاعك شويه؟ تمام. هو زي ما انت قلت انا اتخرجت مهندس، بس الحقيقه انا اشتغلت كمهندس لمده اسبوعين. عشان كده مفيش اي اثر. مفيش اي اثر. بص، انا الهندسه عجبتني جدا في حاجه، ان هي بتساعد على طريقه تفكير معينه اللي هو بيسموه systematic thinking. طريقه التفكير دي ان ازاي تانلايز التشالنج او المشكله او الاوبورتونيتي وازاي تحل عليه. لكن الحقيقه ان انا كنت بدات عدد شركات كتيرة، يعني أنا أكشي فشلت في 14 شركة قبل ما أوصل لسوق، فمش كلهم على لينكدين يعني. بس أسباب يعني ممكن ده يبقى توبيك تاني، بس أسباب الفشل كلها شبيهة ولا كل حاجة فشلت بسبب حاجة تانية؟ معظمهم بيبقوا يعني في عوامل معينة بتبقى موجودة ما بينهم كلهم. ويمكن أهم حاجة فيهم إن كنت داخل لسبب غلط، بمعنى شايف حاجة ماشية كويس في حتة في العالم عايز أطبقها، شايف مثلا حتة عجز موجود، شايف opportunity ممكن إن أكسب منه في خلال سنتين وأقلب الشركة وحاجات زي كده. كل ده تفكير غلط. يعني اللي اتعلمته يمكن أهم من كل ده، أول حاجة تبقى فاهم أنت بتحاول تبني إيه والمشكلة اللي أنت بتحاول تحلها، بس تبقى فاهمها بالمعنى، مش شايف opportunity حد عملها وراح طبقها. تاني حاجة لازم الواحد يبقى عارف مين الزبون بتاعه وليه الحاجة دي مهمة بالنسبة للزبون. فيمكن حاجة يعني وعرفتها بعدها ب 20 سنة وأنا في أمازون، إن كل حاجة بنبنيها بنبدأ بالكاستمر، بالزبون نفسه، ونبني على هذا الأساس. بمعنى النهاردة لو عايز أعمل برودكت جديد، ما بنخشش نقول والله أصل البرودكت ده هيبيع كويس. لا، هو لازم الواحد يفهم مين الكاستمر بتاعه وليه الحاجة دي مهمة بالنسبة لهم، وبعد كده تبني على الاحتياجات بتاعت الكاستمر. تالت حاجة ان الفريق الواحد بيبتدي شغل معهم، ده يمكن من اهم الخطوات اللي ممكن الواحد ياخدها. بيبقى عندك دايما في الاول بيبقى فيه الفاوندر اللي هو بيبدأ الحاجة ويقول لك انا عايز امتلك الشركة وعايز ابنيها انا وكده، وده يمكن يعني دي كلفتني 2-3 يعني. رابع حاجة الاستثمارات في التكنولوجيا، ومش بس التكنولوجيا وخلاص ان اجيب CTO كويس واخليه شريك، وده طبعا بيبقى حاجة مرجحة جدا، بس كمان ازاي بتطور من البرودكت بتاعك. فاللي بتعمله النهاردة ليكن ان هو ماشي بشكل ايجابي جدا، مش معناه ان بكرة هيمشي بنفس الشكل. فلازم اللي هو اللي بيسموه الانوفيشن، دي حاجة مستلزمة جدا. يعني انا في حاجة كان جيف بيزوس قالها قبل كده، وبصراحة يعني بتبقى دايما في مخي لما بنفكر على اي برودكت. قال لك شركة زي امازون النهاردة ليكن هي شركة ناجحة جدا، لكن هيجي اليوم وامازون هتقفل، هيجي اليوم اللي امازون كشركة هتموت. والسبب انه النهاردة لو اي شركة ما بتطورش من نفسها، مش هتقدر ان هي تفضل في الماركت، ان هي تقدر تكمل شغلها. فالتفكير بتاعنا دايما ازاي ممكن احنا نطور من نفسنا بشكل بسرعه جدا، بحيث ان احنا نقدر نبقى يعني عارف لو زي ما بيقولوا فرونت اوف ذا لاين او في اول الطابور لما يجي للانوفيشن. فهم يمكن الاربع عوامل دول كانوا اساسيين في الفشل بتاع الشركات. بس يعني بصراحه يعني الشركات اللي فشلت اتعلمت منها اكتر بكتير جدا 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 من الشركات اللي نفعت. بعد كده كان بصراحه واحد كان ليه شرف ان اتعرف على مديري، وهو لغايه النهارده لسه مديري بقاله 12 سنه، اللي هو رونالدو مشحور. هو اللي اسس شركه سوق. وبعد ما اتعرفنا على بعض وكنا بنتكلم لمده يعني شهور، جيت الفريق بتاع سوق. كنا وقتها تيم صغير شويه، كنا حوالي 12 بني ادم شغالين من شقه مفروشه، كانت ايام جميله يعني. بس كان فاكر يعني اول يوم لما شحنا 15 شحنه، يعني كان موضوع كبير جدا يعني. بس ما كانش في بقى مخازن وفي فيلم سنترز وكده. يعني كنا بناخد كنت باخد المنتجات، كان وقتها كان الايفون 3 لسه نازل يعني.
كنت باخدها البيت عندي، ومراتي حبيبتي كانت يعني سايبالي اوضه كده ممكن نخزن فيها البضاعه اللي كنا خايفين عليها. فاللذه ان هو بس على مدار السنين واحد بيقدر يشوف التطورات دي، وتقدر تتعرف على الناس اللي بيشتغلوا معاك، وتشوف هم فكرهم فكر مختلف ازاي. بتبقى يعني حاجه تخلي الواحد مبسوط جدا يعني بصراحه. طيب لو قلنا ان احنا يعني لو عايزين نتكلم بقى شويه على في تو دايركشنز في الجزء ده اللي هو التحول بقى من سوق لامازون. في دايركشن خاص بيك انت او بعمر حابب ان انا اتكلم فيه، اللي هو لما بدا يبقى فيه كلام على ده، او لما بدا يبقى انت حاسس ان ده او عارف ان ده ممكن يحصل، ايه اللي كان بيدور في دماغك ساعتها؟ طب هل انا هكمل؟ هل انا المفروض ادور على شغل تاني؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه التشينجز اللي ممكن انت على البيرسونال ليفل وفيما يخص كاريرك وشغلك؟ ده دايركشن. والدايركشن التاني اللي تقدر طبعا تتكلم فيه واللي تقدر تقوله عليه، يعني هو بقى الاستراتيجي ذات نفسها بتاعت امازون ان هي تدخل مصر، واشمعنى من خلال سوق، اشمعنى مش مثلا مباشرة؟ الفكر اللي كان ورا ده كان عامل ازاي؟ يعني بص الحقيقه يعني اي شركه لما تيجي تخش بلد، وفي الاكزامبل ده يعني كانت في حاله امازون، بيبقى عندك اختيار من الاثنين، اللي هو باي او بيلد. باي ان استحوذ على شركه، او بيلد ان اخش ابني شركه من كيان من ما فيش. يمكن حاجه مهمه جدا لما اي شركه تحاول ان هي تخش في بلد جديده، ان يبقى فيه اللي هو اللوكال نو هاو، اللي هو الفكره ان الفريق موجود على ارض الواقع وفاهم السوق وفاهم الشغل والحاجات دي كلها. بتبقى حاجه مهمه جدا، مش مساله بس ان شركه جايه كشركه جلوبال ان هي تيجي تستثمر وان كل حاجه هتتحل. واحنا شفنا شركات كتيرة هايلة، من ضمنهم أمازون مثلا في الصين، دخلت من غير الفريق ده. فبتبقى صعبة شوية إن الواحد يقدر إن هو يبقى اللي هو بيسموه relevant، يبقى مناسب بالنسبة للمجتمع اللي بحاول أخدم عليه. ف الفكره ان لما امازون قررت ان هي تخش، كانت عايزه اللي هو يبقى اللوكال نو هاو ده، الناس اللي هي على ارض الواقع. وده يمكن من اكبر الاسباب الشركه حست ان هو لا، الاستحواذ بشكل كامل على شركه سوق كان لها معنى، لانه كانوا المبادئ بتاعتنا والقواعد بتاعتنا في سوق كانت هي مماثله جدا للقواعد بتاعه امازون. فلما يعني لو كان الواحد يقارن ما بين الاثنين مكتوبين كده، وبتعرف مش مهم انه مكتوبين، بس مهم لما اتكلم مع الشخص، اي حد في الفريق، تلاقين ان هو او هي بياخدوا قرارات على هذا الاساس، لقينا ان هم مناسبين جدا لبعض. فهنا قلنا طيب لو النهارده القواعد دي مناسبه، وشركه سوق بتفكر بنفس الشكل على الكاستمر والحاجات دي كلها، وامازون عايزه تعمل ده وعايزه اللوكال نو هاو، وسوق محتاجه الخبره بتاعت شركه بتتعامل في اكتر من 20 بلد بقى اكتر من 20 سنه، في 2017 طبعا كترت دلوقتي. فلقينا ان الاستحواذ ده هنقدر من خلاله ككيان واحد ان احنا نسرع المهمه بتاعتنا، اللي هي ان احنا نكبر التجاره الالكترونيه في مصر وفي الشرق الاوسط. ويمكن اهم من بس ان هي نكبر التجاره الالكترونيه، ان هي امازون بتقدم اكتر بكتير من اي كوميرس، بس ان احنا اللي هو الفيجن بتاعنا ايام سوق كانت ان عايزين نوصل الناس والمنتجات نقربهم لبعض باستخدام التكنولوجيا عشان احنا نحسن مستوى حياتهم. فلقينا ان الموضوع ده كان هنقدر ان احنا نعمله من خلال امازون. السؤال التاني بتاعك اللي هو بالنسبه لي انا شخصيا، يعني هو الموضوع اخذ وقت، يعني قعدنا فتره في كلام باك اند فورث يعني، بس المهم ان الواحد يبقى عارف حاجه بس في شغله. انت الغرض بتاعك في شغلك ان توصلها ان انت ما يبقاش ليك لازمه. ودي بتبقى حاجة ناس كتيرة بتبقى خايفة على شغلها، اللي هو لا أنا لو فضلت مهم الشركة هتستثمر فيا، وللأسف يعني وبتبقى صعبة. يعني أنا كنت كده قبل كده يعني. بس لما بتبتدي ان انت يعني تمارس حياتك اليومية، ان انت بتحاول ان انت ما يبقاش ليك اي لازمة،
دي بتقدر ان الاستثمارات اللي بتعملها او الوقت اللي بتقضيه فيه يساعد الشركه وانت كمان كشخص انك تتقدم بشكل اسرع بكتير. فالنهارده مثلا يعني اللي بحاول اوصل له ان النهارده مثلا لو اي حد من الفريق محتاجين ان انا اتدخل في مشكله، فدي في حد ذاتها معناها ان انا بنيت حاجه غلط، وموجود منها كتير طبعا. بس الفكره تاني لو رجعنا اللي هو الفريم ورك ازاي واحد ياخد قرار، انا بسال نفسي كل مره لما حد يقول مثلا ايه عايزين مساعده في 1 2 3 او رايك ايه في 1 2 3، بسال نفسي طب انا عملت ايه غلط هنا وهصلح الغلط اللي ادى ان الشخص كان لازم ان هو يرجع لي او يتكلم معايا بالنسبه للقرار. فبس لما توصل نفسك لده بتقدر بعد كده بقى ان انت كشخص تقدر انت تتقدم اكتر، كشركه ان هي تتقدم اكتر، واهم من كل ده الفريق بتاعك يقدر يتقدم اكتر. لو سألتك ليه مصر وليه في الوقت ده بالذات، هل ده كان جزء من استراتيجية أكبر لأن إحنا عايزين نبقى عندنا تواجد معين في الريجن بشكل عام؟ هل كان في تريجر اللي هو حاجة لا إحنا حاجة حركت لا إحنا المفروض يلا دلوقتي نتحرك في مصر، يلا دلوقتي نشتري سوق؟ هل كان في البيهايند ذا سينز بتاع الموضوع كان ماشي ازاي؟ كان في يعني هو احنا لما امازون كانت بتبص لسوق غريب من امازون وانا دلوقتي بقيت فيها بقالي بتاع 7 سنين بس لما القرار كان بيتاخد لا كان بنبص للشرق الاوسط كله يعني، وكل بلد ليها دور كبير بتلعبه، يعني سواء كانت السعوديه او الامارات او مصر يعني. واللي حلو ان احنا شفنا ان مصر هيبقى لها دور كبير جدا، مش بس في التجاره الالكترونيه اللي بنمارس فيها دلوقتي، بس اكتر كمان ازاي ممكن ان احنا كبلد بتصنع وبلد فيها 100 مليون بني ادم، ازاي ممكن ان احنا نعمل استثمارات ان مش بس نكبر مصر بس نكبر بقيه العالم من الشغل اللي بيطلع من مصر. يعني بمعنى يعني واحد من الحاجات مثلا اللي احنا بنعملها، انت عارف طبعا في امازون بيقدر ان انت عندك اللي هو البيزنس بتاع الريتيل والبيزنس بتاع الماركت بليس. البيزنس بتاع الريتيل ده اللي هو ان احنا بنخش نشتري المنتجات ونحطها في المخازن بتاعتنا وبنشحنها بشكل مباشر للعملاء. البيزنس بتاع الماركت بليس ان بقدر انا كبني ادم عنده محل او ما عندوش محل بس معاه الرخص ان اقدر ابيع اعرض منتجاتي على الموقع، ومن خلال البيع ده بدفع عمولة للويب سايت، وهم بيقوموا بكل ما يدور حوالين ان يوصلوا المنتج ياخدوه من عندي ويوصلوه للعميل. فلما جينا بصينا على الحته بتاعت الماركت بليس، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا في اي بزنس تجاره الكترونيه، يمكن من اهم الحاجات. قلنا طيب هنستثمر دلوقتي في اول كام سنه ان احنا نوقف المنظومه على رجليها، بس عايزين نشوف بعد كده ازاي ممكن ان احنا نساعد اللي هو بنسميه سيلينج بارتنر او الشخص اللي بيبيع معانا او الكيان او الشركه اللي بتبيع معانا، ان هم يصدروا المنتجات بتاعتهم للخارج. والحقيقه يعني يمكن من الحاجات اللي احنا مبسوطين بيها ان السنه دي بدانا بالفعل نعمل ده. فالنهارده في اكتر من 556 مصنع متواجدين في مصر دلوقتي بيصدروا المنتجات بتاعتهم لامريكا وللامارات والسعوديه وكده. فهو ده اللي عايزين ان احنا نحاول نتواصل له. فيمكن الدور زي ده او دور زي ان يبقى عندنا اكبر مركز خدمه عملاء في افريقيا متواجده هنا في مصر بتخدم على كذا بلد تانية في اوروبا واستراليا وغيرها، دي حاجات مهمه جدا ان احنا نستخدم الاستثمارات بتاعتنا بشكل ايجابي في مصر فيها. لو جينا نتكلم شويه على حاجه امازون مشهوره بيها بيتضرب بيها المثل، يعني زي ما نقول اللي هي الكاستمر سنتريسيتي، او فكره ان انا ابقى منحاز جدا جدا للعميل. ودي حاجه خليني اقول في مصر يعني هي بتتطور بالراحه، بس يمكن لسه هي ما وصلتش لليفل موجود، مش على مستوى امازون قصدي، بس على مستوى كل البائعين او خدمه العملاء الموجوده في مصر. وانا بقابل يعني صحاب سمول تو ميديوم سايز بزنسز كتير، ودايما بحاول اقول اللي هو يا جماعه يعني حاول ان انت خدمه العملاء دي تجو اباف اند بيوند فيها. انا عندي ليك هنا سؤال. انا عندي نظريه معينه ليه امازون يعني بتسهل جدا الريتيرنز وكل حاجه بتبقى بسيطه جدا. انا كحد مثلا بيشتري، ناس بره
برضو في مثلا في امازون في امريكا او في ايا كان، بتوصل لمرحله كده انا بقى اسميها اللي هو باي ناو ثينك ليتر. يعني من كتر ما انا عندي ليفل ثقه معين ان انا يعني ما هجيبها، ما مش مشكله يعني، لو اي حاجه حصلت ومش عجباني وبتاع، مش هشغل دماغي، مش هتعب دماغي ان فلوسي هيحصل لها ايه. فهل ده من الاهداف اللي امازون فعلا بتكسبها ومهمه بالنسبه لها، علشان كده هي فيري كاستمر سنتريك؟ وعندي خليني افولو اب بسؤال تاني بعد يعني لما تجاوب على ده. تمام. يعني احنا زي ما اتكلمنا السبب الرئيسي ان انت لو ركزت على العملاء بتوعك ساعتها انت بتبني برودكت او شركه مش محتاج ان انت تخش تعمل ماركتنج عليه. بس لو بتبني برودكت مش قادر ان انا اتواصل بيه واحس بيه واثق فيه، بيبقى لازم ان انت تاخد بقى اعلانات كتيره وتحاول تقول على فكره احنا مش وحشين. طبعا هي كده كده الماركتنج بيفضل مستلزم باي شكل، بس المسج بتاعك بيبقى مختلف. ويمكن الحاجات الاساسيه ان زي ما قلنا تفكر هو العميل عايز او عايزه ايه. فالنهارده مثلا لو بفكر في حد انا اول مره اخش اشتري تجاره الكترونيه، طب انا مش قادر امسك البرودكت، مش قادر المسه، فدي في حد ذاتها صعبه. فالنهارده لو انا عارف ان لو اشتريت ولو سمعتي، عشان انت اي مسج انت بتقولها غير لما المجتمع يقولها. يعني انت المسج انت قلتها دلوقتي لو انا قلتها مش هتبقى شايله نفس الفاليو. بس لو عارف ان لو اشتريت هعرف ارجع، هيديني شويه ثقه في المبدا بتاع التجاره الالكترونيه. فالحاجه التانية الواحد يعني لازم يفكر فيها دايما ان الشغل اللي بنعمله في الوقت، يعني في اي وقت لازم يبقى فوكست على الحاجات اللي العملاء عايزينها. طب انا كعميل عايز ايه؟ انا عايز اخش الاقي كل المنتجات اللي بدور عليها، عايز اخش الاقي احسن اسعار، ان انا مش محتاج اقعد اراجع وراك، عارف ان انت احسن اسعار. وعايز اللي هو convenience ده اللي هو ان الحاجه تجيلي بسرعه، الحاجه لو فيها غلطه اعرف ان هي تتحل بسرعه. فالنهارده ليكن في حاجات تانية كتيره جدا مهمه، ممكن مره عايز اشتري بالموبايل، كمان 10 سنين عايز اشتري بالتلفزيون، كمان 20 سنه عايز اشتري بمخي. كل الحاجات دي هتتغير على مدار الوقت، بس الحاجه اللي عمرها ما هتتغير، انا عمري ما هقول انا عايز ادفع زياده ولا عايز الحاجه تاخر عليا، ولا انت فاهم قصدي. فمهم ان الواحد يقرر ايه الاساسيات المهمه، وهي دي الحاجات اللي توفقها. وبعد كده لو وفقتها فعليا هتقدر انت تكسب الثقه. بس الثقه دي ما بتجيش في يوم وليله، يعني انت يعني بياخد فتره طويله جدا الواحد يبني الثقه دي. وفي نفس الوقت الثقه دي ممكن حاجه بتروح في ثانيه. فالنهارده ممكن لو حد عمل 30 40 اوردر ورا بعض على مدار سنه ولا سنتين، وبعد كده جينا عكينا في واحده، ما هو ده بيخسر الثقه ولازم تبنيها تاني، والموضوع ما بيتبنيش بسهوله. فلازم تبقى دايما فكرك اللي هو لا، العميل صح، انا بثق في العميل، هحل مشاكل العميل، وبعد كده هنقدر ان احنا كشركه ان شاء الله يعني نكبر ونكسب يعني. على نفس الموضوع ده في حاجة بسمعها كتير قوي لما ببقى يعني زي ما كنت بقول لك، يعني امازون بيتضرب فيها المثل او بيها المثل في الكاستمر سيرفيس. ناس كتير قوي بترد صحاب بيزنس يعني ممكن يكونوا اجريسيف شويه او مش فلكسبل، او اللي هو لا ده انت فتحتها، لا انت استخدمتها، او خلينا نقول بيعملوا يعني اكسكيوزز او حجج ان انا لا انا مش عايز ارجع، او انا عايز اقلل المرتجعات دي بطريقه. لما تيجي تقول له طب يعني شوف مثلا حاجه زي امازون بتعمل ايه، حاول ان انت تعمل زيهم، ف يقول لك لا انا مش امازون، انا ما عنديش امكانيات امازون، ما عنديش فلوس امازون شركه كبيره تستحمل ان هي تخسر، تبقى تعمل خدمه عملاء كده above and beyond او بشكل رهيب بتاع، انما انا راجل على قدي ما اقدرش ان انا اقدم خدمه العملاء، هتخسرني، ممكن يتم استغلالي. ايه وجهه نظرك؟ فهل فعلا الليفل ده من خدمه العملاء مقتصر على الشركات الكبيره، ولو الشركات الصغيره طبقتها فعلا ممكن يتم استغلالها وما تقدرش، ولا هل دي حجه الناس ممكن يعني بص، ما اقدرش اعلق لو حجه ولا مش حجه، بس اللي اقدر اقوله ان لا، بتطبق سواء شركه كبيره او صغيره. يعني احنا لما كنا بنطبق الحاجات دي على اول ايامنا في سوق، كان هي وكان بيبقى عليها نفس درجه ستريس. ما هو حتى لو شركه كبيره، ما هي شركه كبيره بتبص لاي كبيره او صغيره، بتبص حاجه اسمها يونت ايكونومكس، اللي هو النهارده بالنسبه لي لكل منتج بكسب وبخسر قد ايه، ملهاش دعوه بقى راس المال قد ايه فعليا. ودي يمكن تبقى حاجه خطر جدا لو حد بيشتغل في شركه كبيره وفاكر ان الموضوع تمام وان بيتوه في النص يعني. تاني حاجه محتاج تبص على اللي هو بيسموه الفاليو تشين كله.
طب النهارده ما اكيد طبعا لو رجعت منتج هتخسر فيه، بس اكيد طبعا لو احنا قاعدين النهارده وانت بتقول ان الشركه عندها المرتجعات سهله، ان الشركه اقدر اثق فيها، وزي ما قلنا تاني مش انا اللي بقول، ده بيؤدي ان ايه، انه هيوفر لي في الاعلانات اللي هحتاج اعملها في ماركتنج. فهي كلها على بعض لازم الواحد يبص للاستثمار كله، ما ينفعش تبص لحته واحده وتقول لا انا هكسب في دي وهكسب في دي وهكسب في دي لوحدهم، لازم تدخل كله في بعض. وهو دي الحاجات المهمه في قرارات البيزنس، في ان النهارده لو انا حاولت، يعني يمكن من الحاجات الصعبه اللي هو بيسموه تريد اوف، اللي هو القرار اللي اقول انا هعمل دي في سبيل دي. ومهم ان الواحد يبقى مستريح جدا انه القرارات اللي بياخدها او اللي بتاخدها يبقى عارف ان لفتره زمنيه وليكن طويله مش هيبقى مفهوم خالص القرار ده معناه ايه. يعني اكيد في ناس بتبص تقول لك طب هو يعني حمايه المستهلك بتقول لك ان انت ما ترجعش مثلا الحاجه اللي مش متسيله، والناس اللي في التجاره بصفه عامه ما بيرجعوش. طب انت بترجع ليه؟ ما هو سؤال وجيه، وعلى فكره مش شرط، ممكن يبقى هو ده الصح وممكن اللي احنا بنعمله غلط، بس لو فكرت فيها انت النهارده بتحاول تفرق نفسك في حاجه اساسيه. فطالما واخد القرار ودارس الاستثمار هيمشي ازاي وهتعوضه منين، وليكن ان هنعرف ان احنا نبني سمعه احسن على مدار فتره طويله، يبقى ساعتها هتعود سواء انت شركه كبيره او صغيره. لو سألتك سؤال عن امازون برايم، وده انا عندي يعني فضول شخصي فيه، امازون برايم يعني قيمة الاشتراك بتاعته مقابل يمكن القيمة اللي انت بتاخدها منه، يعني ممكن مثلا حتى لو مش بنتكلم حتى على كل الخدمات، بنتكلم على فكرة الشحن مثلا المجاني او كده، فانت ممكن اشتراك السنة بكام شحنة اصلا انت تكون جبت ثمنه كله يعني. فده بيطرح يعني صح. فده بيطرح السؤال، لا بقول حتى الاشتراك السنوي يعني مش حتى الشهري لو انا مشترك سنويا. فده بيطرح بالنسبه لي السؤال، هل امازون استراتيجيكلي امازون برايم ده بالنسبه لها مش عارف يعني بتكير او بتهتم والله انا المارجنز بتاعتي او برايم ده بيجيب لي قد ايه او كده، ولا هو الموضوع اكتر انا عايز ابيع برايم عشان الناس تلاقي قيمه وتشوف القيمه دي، فالقيمه دي يبقى ليها مردود ليا باستخدام الناس بقى اكتر لامازون؟ 100% هي التانية. ويمكن الحاجه المهمه ان برايم دي حاجه اساسيه جدا في البيزنس بتاعنا، بنشوفها حاجه من اهم الحاجات الموجوده في البيزنس. بس عارف هو برايم لما كنا بنطلق برايم في الاول خالص، حتى في امريكا كان المشروع نفسه متقدم لجيف بيزوس كمشروع هيخسر. طب هيخسر لغايه امتى؟ مدى الحياه. لو فكرت فيها تاني، لو رجعنا للنقطه الاولانيه، ان لو بصيت لكل حاجه لوحدها وما عملتش اللي هو التريد اوف او القرار ان هتعمل ايه في سبيل ايه، هيبقى صعب قوي ان الواحد يكمل في البيزنس بتاعه. طب النهارده ليه بتقول ان المشروع لوحده بيخسر وبتقول ان ده اهم حاجه؟ لان ده بنستعمله كوسيله ان احنا نخلي العميل يجرب ويتعود ويبقى عارف ان في وعد واضح صريح. ما هو برايم ده وعد، يعني لما يقول لك هتشتري اي حاجه هتجيلك في خلال 48 ساعه مضمونه، دي على سelection كتير، دي بتقدر ان هو من خلالها بقى ان هو زي ما قلنا الثقه اللي بتجيلي لما عارف ان انا ممكن ارجع اي حاجه، ابقى عارف دلوقتي طب انا عايز اشتري حاجه بس مش عايز اخش اشتري ب 1000 جنيه مستلزمات مواد غذائيه، فانا كل اللي عايز بتاع نودلز دلوقتي وعايز اكله، يعني عندنا حتى سيم داي شيبنج دلوقتي، بس يعني عايز ده دلوقتي، ان ابقى عارف ان في مكان اقدر ان ابقى واثق فيه ان اعرف اطلب منه ده، وانه ابقى عارف ان انا هخش اشوف كونتنت زي بتاع برايم فيديو ولا العب جيمز على تويتش او غيره. دي بتبني ان برايم تبقى حته من حياتي، وبتبني ان امازون تبقى حته من حياتي. ولما ده بيحصل والثقه دي تيجي، ما هو برضو واحد بيبيع منتج، لما بيبيع منتج انت لو بتكسب فيه، بس النهارده اعرف ابيع 20 منتج منه، هيبقى افضل للشركه. فلازم الواحد يقدر ياخد القرارات بتاعت التريد اوف، بانك تبص مدار اي برنامج اللي بتطلقه هيبقى شكله عامل ازاي كمان 20 30 سنه. ما ينفعش بس اقول لا اصل انا ستارت اب فانا هشوف بس السنه دي، ده فكره غلط. يعني اي حاجه بنبنيها، وعندنا طريقه ان هو لما اي حد عايز يقدم اي برودكت بيقدم حاجه اسمها PRFAQ. PRFAQ ده بيبقى زي دوكيمنت
مشروع فيه يعني التخيل الطريقه اللي بتبقى مكتوبه بيها، ان النهارده لو بتطلق البرودكت الجديد ده المجتمع هيقراه ازاي، هيشوفه ازاي. فتصور ان هو مكتوب في جورنال، فتلاقي مثلا اللي هو اول بتاع ان هو مثلا امازون مصر تطلق برنامج برايم باشتراك بكذا بيقدم 1 2 3، يعني كل ده اتكتب. فلما تبتدي تفكر في الاسئله دي وتشوف طب المشروع ده هيكمل، يعني ما في مشاريع كتيره جدا ممكن هي تكسب في اول سنتين 3، ممكن 5. بس احنا اي مشروع بنبنيه، ولما بنبني اللي هو الدوكيمنت اللي هو بتاع بير اوف كيوب بنبقى باصين لا هي كمان 50 سنه هي بشكل عامل ازاي، لان بيحصل تطورات جدا كتيره جدا في العالم. يعني احنا يعني كنا بنتكلم اللي هو بتشوف مثلا شات جي بي تي وازاي بيغير الفكر بتاعنا في كميه بيزنسز حوالين العالم. بس فانت اكيد طبعا مش هتقول هي هتبقى كده كمان 50 سنه ومفيش عامل تاني هيخش. بس لما بتفكر بالوسع ده بتبقى سايب براحه لنفسك ان هو تقدر ان انت تانوفيت على حسب التطورات اللي بتحصل حواليك في بيت العالم. لفت نظري دلوقتي قوي وانت بتقول ان هو مشروع برايم اصلا لما اتعرض على جيف بيزوس كان اتقال ان هو هيخسر مدى الحياه. ده بيطرح سؤال ممكن يبقى بدائي شويه، اعذرني فيه يعني. طالما هو كده كده المشروع معروض ان هو هيخسر مدى الحياه، وطالما هو المشروع ده مش الهدف منه ممكن يعني، او مش ضروره، خلينا نقول مش ضروره ان الهدف يكون الربح المباشر منه، ولكن هو زي ما انت كنت بتقول تعود العميل على استخدام امازون، ليه يكون بفلوس اصلا؟ النهارده لو انا باخد قرارات في شراء، لو انا عامل اشتراك ودافع حق اشتراك ليكن ايا كان الرقم، يعني انا الرقم عندنا 29 جنيه زي ما انت قلت بيبقى شحنه واحده، بس بفكري ان عايز استخدم واجيب حق الاشتراك. النهارده بقى لو عامل اشتراك ده وجبت حقه في اول يوم وعندي لسه 29 يوم اجيب حقه 30 مره باوردر واحد في اليوم، هحس ان انا بيجي لي فاليو قيمه كبيره جدا بقى مقابل جدا. اللي انا دفعته. وده المهم، ان لازم ان انا كعميل احس بالفاليو او الثمن اللي بيطلع لي من سواء اشتراك او من اي تعامل ما بين اي جهتين يعني. يعني اعتقد دي اجابه منطقيه جدا، لان اعتقد ان هي كقدره امازون عندها القدره ان هي تدي ده لكل الناس بوتنشلي او كده، ولكن هي استراتيجيكلي فكره ان هي تحديد القيمه وري انفورسنج فكره ان انت بتاخد قيمه قد ايه مقابل اللي انت دفعته. اعتقد هو ده بالظبط. عمر، واحده من الحاجات اللي برضه سمول بزنس اونرز، سمول تو ميديوم بزنس اونرز كتير بيستراجلوا او بيبقى عندهم مشكله فيها، هي الريكروتمنت وهايرنج، وحتى بالذات when it comes to leadership. يعني لو هو جايب في الاول خالص مثلا كام واحد، انا محتاج حد يمسك السوشيال ميديا، فيعني هدور على حد بالسكيل ده. ليدرشيب وكل التفاصيل اللي بتيجي فيها بقى، اونرشيب وريسبونسبيلتي والكاليبر يبقى عامل ازاي، وطبعا في بقى كونسيدريشنز تانية بالذات للسمول بزنس اونر، اللي هو الار او اي بقى، لا ده علشان ده ليفل معين فانا هبقى بانفست كتير قوي فام اي جيتنج، او هل انا بيجي لي العائد اللي انا متوقعه منه. ازاي بتهاير ليدرز؟ او يمكن هو مش عايز السؤال يبقى عام قوي يعني، بس هل في انت عندك خلينا نقول جو تو تريتس او حاجات مثلا معينه في الشخصيه بتدور عليها، اللي هو لا دي الكام حاجه دي فيك، انا ممكن اضحي باي حاجه تانية بس هاخدك، مش مشكله قوي الحاجات دي، بس دي لو عندك انت معايا؟ هل في حاجات كده بتدور اكيد عليها؟ دي اكشن من اكتر الحاجات اللي اتعلمناها بعد الاستحواذ بتاع امازون، كانت الطريقه اللي بنعمل بيها ريكروتمنت. الموضوع ما كانش اجمد حاجه في الاول، كان اللي هو اقعد مع حد لا بص هو عاجبني كده حاسه يعني تمام وبتاع، فلقينا الفكر ده مش هينفع قوي يعني. فيمكن حاجه اتعلمناها وبشوفها مفيده جدا جدا، حاجتين اكشلي. اول حاجه احنا لما بنيجي نوظف حد بنبص على حاجه معينه جدا اللي هي الليدرشيب برنسبل بتوعنا. والليدرشيب برنسبلز دي بتبقى قواعد احنا بنعيش بيها، يعني بنتكلم بيها كل يوم، بندافع بيها عن افكارنا. لو محتاجين بشكل باحترام طبعا نهاجم فكر حد تاني. فدول بيبقوا فيهم حاجات يعني قال لكم مثلا زي الاونرشيب والكاستمر اوبسيشن وان يبقى الواحد عنده باك بون، اللي هو ان لما تحس ان في حاجه غلط انت مسؤول ان انت بتنطق بطريقه محترمه، بس ما فيش حاجه اسمها اصل انا لسه متخرج من جامعه وبادئ
والشخص التاني ده فايس بريزيدنت في الشركه، فانا مش هقدر اقول حاجه. لا، ده مطلوب منك كقاعده، ودي بتبقى مطلوبه من اي حد بيخش امازون. مش بس حد مثلا سينيور في ليفل معين ولا بتاع. الحاجات دي كلها ال 16 ليدرشيب برنسبل دول بيبقوا مطلوبين مننا كلنا، سواء احنا لسه في البروجرام بتاع الانترنشيب او موجودين في الشركه بقالنا 20 سنه. تاني حاجه، لما بتيجي تعمل ريكروتمنت بنبص على حاجه، ودي ليكن تبقى غريبه شويه. احنا بنعين بس لو شايفين ان الشخص ده افضل بنسبه باكتر من 50% من الموظفين الموجودين حاليا في الشركه. يعني بمعنى ان النهارده لو لقيت لا الشخص ده ليكن نفس مستوى اشخاص تانية موجوده في الشركه على نفس المستوى، ما نعينش. فلازم ان هو يبقى فيه اثبات بشكل اوبجكتيف مش سبجكتيف، ودي بتبقى راجعه للاسئله اللي بنسالها. اوبجكتيف معنى اللي هو قادر اكوانتيفاي، قادر اقول عشان اكس اتغير لواي اقدر اقول ان الشخص ده افضل من مواهب 50% من الفريق الموجود. لما بتعمل كده انت بتعلي البار او بتعلي المستوى اللي بتتعامل بيه في الشركه، بعيد عن اي ليفل. الليفلز بقى اللي هي ان حد يجي سينيور. يعني احنا يمكن حاجه لما بدانا الاستثمارات في مصر حبينا ان احنا بدل ما نخش زي ما يقولوا يجيبوا ناس على الجاهز، حبينا ان احنا ننمي نفسنا. فبدانا من بليفلز اللي هو في الميديوم، وابتدينا نستثمر بشكل مستديم ان احنا نطور من نفسنا كفريق. وقدرنا على مدار بقى السنين اللي فاتت، اللي يكون ال7 سنين اللي عدوا من ساعه الاستحواذ، ان احنا نوصل لنفس الدرجه بتاعه المواهب ان شاء الله اللي هو الموجوده في جميع انحاء العالم. ودي بتبقى مهمه، لان لما بقول لك بنقارن ل 50% من الموظفين، احنا مش بنتكلم على مستوى مصر، احنا بنتكلم على مستوى العالم. وعندنا اللي هو البروسيس اللي يقدر اللي هو يبين لك ده ليه. لان الفكره ان انت عايز النهارده حد ليكن بينجح في مصر يبقى عنده نفس درجه النجاح لو راح الفريق بتاعنا في المانيا او في السعوديه او في امريكا. وبصراحه بتبقى حاجه يعني بتبقى مشجعه جدا لما بنشوف ناس كتير من الفريق بتاعنا بيسافروا وبيروحوا ياخدوا شغلانات في البلاد التانية. ودي واحدة من مميزات أمازون كبيرة جدا. يعني أنت فعليا في أمازون بصفة عامة أنت في نقل ما بين شغل لشغل وبلد لبلد. في 30% من الموظفين من 1.5 مليون بني آدم بيحولوا كل سنتين. فدي حاجة تبين لك قد إيه الفرص. إن أنا النهاردة مثلا موجود في مصر وماسك مثلا كاتيجوري لكم بتاع موبايلات، لازم الكفائيه بتاعتي اللي هو بناء على الليدرشيب برنسبل يقدر ان هو ينجحني ان اروح امسك ادوات منزليه في اليابان. فلما بتوصل للدرجه دي بتلاقي بقى ان التطورات نفسها بتعلى بشكل كبير جدا، وتوصل بقى المرحله اللي كنا بنتكلم عليها في الاول، ان انت بيبقاش ليك لازمه، ان الفريق نفسه خلاص بقى بياخد قرارات وقرارات صح كتيره. واخر نقطه دي اللي هي بتقول لي يعني يمكن اكتر حاجه بتدور عليها، ودي حاجه برضو كنت اتعلمتها من جيف بيزوس، ان من ال 16 ليدرشيب برنسبل يمكن اهم واحده، هي مش كلهم مهمين بس اللي الواحد بيفكر فيها في عقل ذهنه، او يمكن الحاجتين. واحده فيهم اللي هي الايرن تراست، ان اعرف اثق ومش اثق ان مش هتسرق سندوتش من الثلاجه بتاعتي بتاع ولا بتاع، بس ان اثق ان هتقول لما بتغلط، هتقول لما تحتاج، هتقول لما تحس ان لا ممكن اتعلم من اللي قدامي، لان دي بتساعدنا ان احنا نتطور كتيم. واخر واحده اللي بقول لك اللي جيف بيزوس كان بيقولها، اللي هو بنسميه all right a lot، انك بتاخد قرارات صح كتير. دي بتبقى راجعه لحاجتين مهمين. واحد ما بيقدرش ياخد قرارات صح الا لو بيسمع كويس، لو بيسمع اراء الناس. فالنهارده لو انا خدت قرار في حاجه وبعدها ب5 دقايق عرفت، او في نفس الميتنج عرفت ان القرار نفسه سمعت رأي افضل، لازم ابقى عندي ثقة كافية بنفسي ان اغير كلامي واقول لا، كلام فلان اصح،
الفكره دي اصح. ودي بتبقى حته بيبقى للاسف بتشوف فيها عجز كبير شويه لما الناس بتاخد قرارات تبقى ماسكه في القرار بتاعها. هل ده له علاقه بالايجو برضو شويه؟ للاسف ودي بتبقى مهمه، وهو ده السبب ان قلت earn trust قبلها، لان ان اللي عنده ايجو بيبقى صعب قوي انه ينجح في الشركه. اللي ما عندوش تراست بيبقى مستحيل انه ينجح. يعني انا بشوف الليدرشيب برنسبلز بتاعتنا كلها واحد ممكن يطور نفسه فيهم. earn trust بتبقى صعبه قوي ان الواحد يطور نفسه، لان تبقى راجعه لحته في الشخصيه. فاحنا لو بنبص بنعمل انترفيو لحد alright a lot وownership وكل حاجه 100%، بس earn trust دي مش موجوده بنعدي. فعندنا قرار او زي شبه يعني زي قانون كده بنقول لو الشخص ده مش متاكدين، يعني جاي على النص، احسن ان احنا نفوت. لو محدش هيقول ان احنا يعني لو ما عينوش يبقى احنا بنعمل اغلط قرار ممكن يتاخد، يبقى احسن استنى. لان لما بتعين حد صح دي بتبقى من افضل الحاجات، بس لما بتعين حد غلط انت بتتعب جامد، لان انت عندك شهور. انت بتسالني على ROI، انت عندك شهور في الاول. ما ينفعش ان حد يبدا ويقول له الاسبوع اللي بعده انت كسبتني ولا خسرتني. ما هو مفيش، احنا بنتعلم. فانت بتاخد شهور، وبعد كده الاهم من ده الكالتشر اللي بيبني. انت باني الكالتشر كله مبني على قواعد معينه، اللي هو الليدرشيب برنسبلز معينه. فالنهارده لما بيخش حد في النص اليكن ما عندوش حته التراست، انت بتبوظ كالتشر مهم جدا. وبالذات لو جايب حد سينيور، التيمز اللي هي بتبقى عايزين ان هم يطوروا من نفسهم، شايفين ان هو ده الناتج، بتبقى بتبني بقى كلتشر مكسر خالص. هل المقوله بتاعت هاير سلو فاير فاست، اللي هو يعني ايه، وظف كده بالراحه على مهلك ويرفد الناس بسرعه، هل بشكل او باخر يعني اعتقد ما نقدرش نعممها، بس هل امازون بتاخد من السياسه دي in terms of، او يعني من ناحيه ان لو حصل برغم كل البروسيس اللي انتوا بتعملوها واكتشفت في وقت ما لا ده ما كانش المفروض يبقى موجود، هل في ساعتها بيتاخد قرار ان انت خلاص انت مش معانا، ولا فرصه واثنين، ولا فرصه واثنين وثلاثه وخمسه، ولا؟ لا هو بص، هو لازم يبقى فيه فرص. يعني احنا في الاول والاخر احنا بنتكلم على بني ادمين. فالموضوع طالما انت خدت قرار، وهو ده الاستثمار بقى اللي بنتكلم عليه. ما ينفعش ان واحد ياخد قرار وحد يسيب شغل ويسيب ليكن في ناس بتسيب البلاد اللي هم عايشين فيها، وبعد كده جاي قايل لا انا ما كنتش حاسس ولا كلام من ده. لا، كل حاجه لازم تبقى objectified. بس السرعه بتاعه الفرص والسرعه بتاعه القرارات دي لازم تبقى objective فيها. وهو ده اللي كنا بنتكلم ان هو right a lot، او المبدا ان اقول انا غلطت، مش ان ادافع عن قراري. بس انت طالما دخلت البني ادم ده في العيله، لا محتاجين، دي مسؤوليه. فلازم نلاقي ازاي ممكن ان احنا نحاول نطور من نفسنا. بس بترجع بعد كده، فاكر كنا بنتكلم على اللي هو توقف النزيف ده، ليكن سواء ان انت تتحرك بسرعه او لا. بس بعد كده تفهم الروت كوز وتفهمه كويس قوي. القرار اتاخد ازاي، ان الشخص ده دخل ايه اللي كان بايظ في عشان ما البروسيس يتكررش. بالظبط كده. بس لا، يعني في الاول والاخر ما هي اصل الكالتشر اللي بتبنيه يعني مهم جدا ان الواحد يبقى واعي ان كل قرار انت بتاخده الناس بتبص تشوف وتفهم وتحط نفسك في الموقف ده. فانا النهارده هل انا احب ان اتعين وبعد كده بعدها باسبوع حد يقول لي على فكره انت تعينه غلط ما عارف سمع، انا ما ارضاهاش لنفسي. فما اقدرش اسمح ان هي تتردي على بني ادمين حواليا. لما كنت بتقول من شويه ان احنا في الهايرنج ديسيجنز، او في القرارات الخاصه يعني بالتوظيف، بنبقى عايزين نجيب الشخص اللي احنا حاسين ان هو 50% على الاقل احسن من التيم اللي موجود. وحتى قلت ان ده على المستوى العالمي. على الورق دي حاجه رائعه جدا. ان براكتس او على الارض، انا متاكد ان امازون عندها بروسيس ما ممكن ما تكونش للعامه يعني بتمشي عليها علشان توصل لده. بس ايه اللي نقدر نقوله لو حد بيسمعنا دلوقتي وعايز خلينا نقول ياخد الهام او انسبيريشن من البروسيس دي، يحاول يعملها، هو مش عارف اصلا هو انا اقيس ال 50% دي ازاي، ولا لو عايز يعملها على قده، على مستوى ايه التيك اويز، او ايه الحاجات الهايلايتس اللي ممكن تديها لحد بيسمعنا دلوقتي عشان يحاول يطبق حاجه شبيهه بدي في البيزنس بتاعه. يعني بص، هو اللي حلو ان معظم البروسيس والاسئله اللي امازون بتعمل بيها ريكروتمنت موجوده اونلاين. فده فتح كلام. وبتبقى يمكن اهم حاجه
الاسئله اللي بتسالها. يعني النهارده ممكن اسال سؤال، طب انت حابب تيجي امازون ليه؟ بحاول استفاد ايه من السؤال. محتاج يعني لازم تسال نفسك حد هيرد يقول لك مثلا دي شركه تكنولوجيا وكبيره وهتعلم فيها، بس انت ما طلعتش بحاجه قوي لو فكرت فيها. لكن لو سالتك سؤال احكي لي على اكبر حاجه انت نجحت فيها وانت فخور بنفسك فيها في الشركه اللي انت فيها دلوقتي، وحاجه يعني انت عملتها هيفتكروك بيها لو مشيت. هنا بقى يبتدي يبان الشخصيات، يبان بقى تيم بلاير ولا لا، القرارات اللي عنده مشكله انه يقول على الفشل اللي كان عنده ولا لا، عنده فخر بالنفس ولا لا، بيفكر في الكاستمر ولا لا. يبتدي يبان لك بقى حاجات تقدر ان انت بناء على اساسها تفهم شخصيه البني ادم. بس مش شرط، يعني مش شرط ده يقول لي برضو ال 50% دي يعني هقيسها ازاي؟ 100%. لان انت بيبقى عندك بقى جوه الشركه الاجابات اللي قبل كده من عندك الناس طبعا الاجابات، لان هو اهم حاجه ان انت تخلي الداتا دي وتقدر انت تقارن. بس كمان بقى عندك البرفورمانس بتاع التيم اللي موجود في الوقت الحالي، وانت بتعمل اسسمنتس مستديمه. اوكي. فلازم تقارن الاثنين دول وتدخل الانفورميشن بتاع الاسسمنتس ده في الريكروتمنت بروسيس بتاعك. أوكي. من ناحيه بقى الاسئله، من ناحيه الكواليتي بتاعت الاجابات، ومن ناحيه الريزلتس اللي بتبقى ديليفرد. لكن هل ممكن واحد يقول لا هي ازاي بتعملها تبقى مضمونه في 100%؟ اكيد لا، اكيد لا. هل فكره كويسه ان انا احاول اربط بقى، يعني ممكن هو ده اللي انت كنت بتقوله دلوقتي، ان انا اربط بين هي ده البرفورمانس بتاع الشخص، او هو ادى بالشكل الفلاني في الانترفيو، او جاوب الاجابات الفلانيه في الانترفيو، بعدين انا جيت بصيت عليه بعد سنه كبرفورمانس عمل ايه، واربط البرفورمانس يعني بتاعه سنه يعني 6 شهور 3 شهور. يعني قصدي بشكل او باخر اربط البرفورمانس بتاعه باجاباته، علشان ده يديني نوع من الاجابات اللي بدور عليها، ولا ما بتبقاش؟ لا يعني طالما دخلت انت دخلت. يعني عارف اللي هو وبتبقى مهمه ان الواحد يلاحظ ده، لان كل النجاح اللي البني ادم عمله قبل ما يخش خلاص انت دخلت، كل ده بقى قلته خلاص. لا انا قصدي انا اتعلم من اجاباته اللي بعد كده اللي قدام الداتا بقى اللي بتعمل. وهو ده بقى هنا بقى بتبتدي بقى تدخل بقى الماشين ليرنينج على انه يشوف الكي ووردز اللي بتتقال، وبيشوف الحاجات دي ويدخلها، انه يابديت الاسئله اللي بعدها وكل الحاجات دي، والسكسس ريت بتاعك باي اي مدير على اي ليفل والحاجات دي كلها. والحاجات دي ممكن ان هي واحد يحس ان هي يعني معقده وكده، بس هي فعليا سهله. يعني اصل خلي بالك اللي هو فاكر ما كنا بنتكلم على حته الميكانيزم او البروسيس، مهم الواحد يبقى فاهم يعني ايه بروسيس. يعني اللي هو بسمعها دايما لما حد بيخش يقول لك مثلا، هي تساله مثلا في انترفيو يقول لك اصل انا جيت الشركه ما كانش فيه بروسيس وبنيت البروسيس، وعشان كده دلوقتي بقيت. يعني الجمله دي بسمعها كتير قوي. بعد كده بساله طب يعني ايه بروسيس، وفي بوز كده ساعات، عارف اللي هو فقلت طب لو كده تعالى نقف احنا كمان ونشوف الميكانيزم بتاعنا او البروسيس بتاعنا ده معناه ايه. وفي دي لقينا كسرناها ل3 حاجات. اول حاجه بيبقى عندك التول ده ممكن يبقى حاجه artificial intelligence بتجيب لك البتاع من قدامه وتقول لا اصل الرقم هيبقى بنسبه كام في المية، او ممكن تبقى اكسليه. يعني هي ايا كان التول ده اللي هو الكيان اللي هستخدمه وامارس بيه البروسيس بتاعي. تاني حاجه بتبقى الادوبشن، ان اتعود عليه، ان التيمز اللي حوالينا تبتدي تستخدمه، ان يبقى حته من حياتنا اليوميه. وبعد كده تالت حاجه الاوديت ده اللي هو مش اقول انت كويس ولا انت وحش، لا هو الاستخدام ده بيستخدم صح ولا لا، التول ده بيبقى ادوبتد ولا لا، والتول نفسه كويس ولا لا، او ممكن ان احنا نحسن منه. ولما بتعمل ال3 حاجات دي هو ده البروسيس. فبتعملها بقى سواء في ريكروتمنت، بتعملها في البيزنس اليومي بتاعك زي اللي اتكلمنا عليه، لو مثلا الويكلي بيزنس ريفيو، ان ما يبقاش بس الويكلي بيزنس ريفيو بيتعمل على مستوى البلد، لا كل تيم بيعمل ويكلي بيزنس ريفيو مع التيمز بتوعهم، وبيبقى ادوبتد وبيعملوا اوديت عليه، يقول لك لا على فكره انا مش محتاج 100 سلايد، انا محتاج 64 سلايد، ان هم دول الحاجات المهمه بالنسبه لي، الحاجات دي ما ببصش عليها. ودي التطورات اللي بتعملها في التول. فاي حاجه سواء يعني في شغلك او في حياتك الشخصيه، فعليا لو فكرت فيها هتلاقي ان
طول ما يبقى عندك الميكانيزم ده او بروسيس بالسهوله دي، بتلاقي ان انت قرارات بتبقى اسهل بكتير جدا وبتقعد تطور منها. بحكم حجم اعمال امازون سواء في مصر او بره مصر، يعني اعتقد ان في كم مهول من الداتا كده كده موجود عند امازون. متخيل ان معظمها داتا بتستخدم استخدام داخلي وما ينفعش تبقى للعامه، ولكن الناس اللي بتبيع اونلاين سواء من خلال امازون او من بره في مصر كتير قوي بيدوروا على بنش ماركس او ارقام او برسنتجز يقدروا يشوفوا هم بيعملوا فيها ايه. ايه اللي تقدر، يعني انا عندي مثلا ارقام مثلا زي الحجم بشكل عام، مثلا التجاره الالكترونيه في مصر، ايه التوب مثلا سيلينج كاتيجوريز في امازون. يعني مش عايز اقول لك حاجات كتير ممكن نمشي فيها واحده واحده، ايه وحتى الحاجات التانية اللي انت ممكن متخيل تبقى عندك ارقام مش في دماغي اصلا، بس ممكن تفيد الشخص اللي بيسمع، اللي ممكن يكون عايز يعرف حاله التجاره الالكترونيه في مصر عامله ازاي. ايه اللي تقدر تشاره معانا من ناحيه الارقام دي؟ يعني احنا بنشتغل في كذا كاتيجوري، يعني 26 كاتيجوري اللي شغالين فيهم. وبتشوف حسب الوضع اللي احنا فيه كبلد او كاقتصاد، بتشوف كاتيجوريز بتبقى عليها طلبيه اكتر عن تانيين. يعني فاكر مثلا وقت كوفيد شفنا طفره كبيره جدا في الادوات المنزليه، في ادوات الرياضه، لان الناس ما كانتش بتنزل كتير، فبتلاقي العاب كان عليهم طلب كبير جدا versus قبل كده كنا الكترونيات اكتر. لو بصيت النهارده مثلا بالاوضاع الاقتصاديه، سواء يعني مش بس مصر، يعني العالم كله، يعني تلاقي المواد الغذائيه ليها دور كبير جدا، والطرق اللي بنشتري بيها مواد غذائيه بيبقى لها بشكل كبير. يعني سواء الباكجينج بتاع يعني الحجم التجار المواد الغذائيه، اللي يكون مثلا في الاول بتلاقيني مثلا بعمل اللي هو بنسميه ستوك اب، اللي هو بشتري كراتين الميه او الزيت او السكر، لان الحاجه موجوده مش موجوده، هلاقي سكر بكره مش هلاقي بكره. لكن دلوقتي مثلا تلاقي لا، انا عايز اشتري كذا مره بس باكيتات صغيره، فلازم الواحد ان هو يطور من نفسه فيها دي. مع الشركاء اللي بيبيعوا معانا بنديهم النصائح دي بناء على الداتا. فالنهارده لما اخش اعرض عايز اعرض المنتجات او عايز اخش اتعامل على التجاره الالكترونيه، بنبقى حاطين كل المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيه، وبنبقى حاطين اقتراحات لايه المجالات اللي احنا شايفين عليها طلبيه. لان هو في الاول والاخر لما حد من الشركاء بيقوم بتوعنا بيعرضوا المنتجات بتاعتهم، بنقدر ان احنا نوفقها للعملاء اللي بيشتروا، فبتبقى مهمه جدا يعني. حاجه مثلا حبينا ان احنا نعملها، ودي من اول ما بدأنا في مصر، بس يعني بالذات الكام سنة اللي فاتوا حبينا ان احنا نركز على الشركاء اللي بيصنعوا منتجات في مصر، انك شايفين ان ده كان دور كبير، وبالذات يعني بالوضع الاقتصادي والاستيراد والحاجات دي كلها، فحبينا ان احنا نستثمر جامد هناك. يعني عملنا كانت شراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان احنا نتواصل نبني منصة جوه المنصة بتاعت امازون، اللي اقدر من خلالها لو انا بصنع منتجات بتاعتي في مصر ان اعرض المنتجات عليها. وطبعا كنا بندي نصائح ايه الحاجات اللي شايفين عليها طلبيه. ولما بدانا الداتا بتاعت تخش والماشين نفسه او المكنه بتاعت تشتغل وتبتدي تنصح، شفنا الحمد لله طفره كبيره جدا. يعني احنا شركات دخلوا بيبيعوا من على المنصه، واي نعم باعوا منتجات كتيره، بس يمكن المهمه انه يعني هم بايعين اكتر من 15 مليون منتج، وبيكبروا بنسبه 30-40% في السنه. دي بتبقى راجعه لايه؟ انه طبعا الشغل والمجهود اللي بيعملوه، بس في نفس الوقت الداتا اللي بتخش بتقدر من خلالها ان انت تكستراكت تقول الحاجات دي ماشيه اكتر. فبنبقى شايفين الحاجات دي ليها دور كبير يعني. وبعد كده انت بقى دورك كشركه تبقى ازاي بقى بتسهل حياتي ان اعرف ابيع على الموقع، فازاي بتخليني اركز انا على العلامه التجاريه بتاعتي، وانت بقى تشيل حته بقى خدمه العملاء والتوصيل والحاجات دي كلها. وهو ده الاسباب بقى اللي بنستثمر بقى في السعه التخزينيه بتاعتنا. يعني احنا السنه دي ان شاء الله يعني هنكبر ب 200%، هنوصلها لحوالي 100,000 متر مربع.
ويعني لو بسهوله يعني ده بنتكلم في 10 ملاعب كوره تبقى موجوده، بحيث ان الشركاء بقوا يقدروا يخزنوا المنتجات، يركزوا هم على العلامه التجاريه، ونحاول ان احنا نوفق لهم ايه الحاجات اللي عليها الطلبيه. لان في الاول والاخر زي ما قلنا احنا دورنا ان احنا مش بس نقدم احسن اسعار ونوصل الحاجه بسرعه، بس ان نقدم اكبر عدد منتجات ممكنه للعملاء بتوعنا. امازون موجوده في انترناشونال ماركتس كتير، وما اعتقدش ان يعني اكيد بيبقى في حاجات خلينا نقول في الاستراتيجيه العامه كومن في الماركتس دي، بس اكيد كل ماركت وله الاحتياجات بتاعته واللوكاليزيشن والاستراتيجيه اللي بتختلف شويه. ممكن تقول لنا اكتر عن ممكن ايه الحاجات اللي ممكن تبقى ثابته مثلا في امازون في كل الاسواق، وايه الحاجات اللي مثلا بالنسبه لمصر لا امازون بتعملها بشكل مختلف قوي عن باقي الاسواق؟ مفهوم، سؤال حلو. طيب لو فكرنا ايه الحاجات اللي هي موجوده في كل البلاد، احنا كفكر بنركز على اللي بنسميه الانبوت ده اللي هو ايه الحاجات اللي بعملها اللي تطلع لي الاوتبوت، اللي هو الاوتبوت بيبقى البيع مثلا. فالانبوت ده زي الحاجات اللي كنا عليها، اللي هو ايه المنتجات اللي زودتها، ايه واقف فين من ناحيه الفاليو اللي بقدمه للكاستمرز او السرعه اللي بشحن بيها للكاستمرز. فده اللي هو بيبقى زي بلاي بوك كده موجود في كل البلاد. نيجي نبص بقى على حاجات ليكن مصر مختلفه فيها شويه، ودي بتبقى مهمه عندنا قوي، ان احنا دايما قد ما احنا بنشوف احنا شركه جلوبال، بيبقى مهم جدا ان احنا زي ما قلنا بنبدا بالعملاء ونبني برودكتس كيترد ليهم، معموله للعملاء بتوعنا. فهنا مثلا ما اقدرش اجي اقول ان اقدر امارس تجاره الكترونيه في مصر من غير ما يبقى عندي اوبشن مثلا بتاع الكاش اون ديليفري. ما اقدرش اجي حتى لما استثمر في اللي هو الاي بيمنت او الدفع باي نوع من البطاقات، ما ينفعش ان اعملها في وضع انا فيه وما بقاش بقدم تقسيط. يعني مهم جدا ان اي بلد بنتعامل فيها بنبقى دايما لازم نشوف ايه الاحتياجات بتاعت العميل وتبني على هذا الاساس. اكيد بيبقى موجود برودكتس في حتت تانية في العالم مش موجود عندنا او ملهاش نفس الأهمية بالنسبة للعميل عندنا، فدول بناخد قرارات ان احنا ما نبداهمش، وبنركز اكتر على الاستثمارات الملزمة في حاجات زي مثلا الكاش اون ديليفري. يعني الغريب يعني مثلا امازون عندها كاش اون ديليفري في بلاد تانية، يعني عندها كاش اون ديليفري في اليابان، يعني وتحس ان هو اليابان يعني بلد في مكان معين، بس ده مهم بالنسبه للعملاء فلازم يتقدم. انا مستغرب جدا يعني، عارف الميمز كتير بتاعت كوكب اليابان والتكنولوجي والكلام ده كله بس الكاش اون ديليفري يفضل مهم. يعني على الاقل الوقت الحالي، يعني افتكر يمكن هم برضو راحوا في نقلات كبيره، بس النهارده كاش اون ديليفري بيتقدم في الهند ومصر والسعوديه والامارات واليابان، من ال 25 بلد اللي احنا متواجدين فيهم. يعني هل في هدف ممكن يكون لونج تيرم او كده، ان انا كامازون عندي انسنتيف او عندي خلينا نقول موتيفيشن معين او سبب قوي يخليني ان انا يبقى عندي هدف ان انا احاول اقلل السي او دي ده، علشان مش شرط يعني بيجيب وجع دماغ، بس قصدي انا احسن لي كشركه بشكل عام ان كل الحاجات تبقى كاشلس. اكيد يعني، وبعد كده بيبقى امن. يعني في عوامل كتيره برضو في الحته بتاعت السيفتي وكده بالذات. يعني وقت كوفيد كنا بنشوف، يعني كان عارفين انه مهم ان نكمل بكاش، بس اضطرينا نعمل تغييرات كتيره جدا في البروسيس بتاعنا، ان احنا نقدر ان احنا نكمل نقدم كاش في ظل ظروف ان احنا مش عايزين اي حد يقرب للتاني. فيعني كان عارف، وكنا بنبني العلب وتسيب وتحط، يعني كان يعني بس اكيد يعني احنا شفنا برضو تطور كبير جدا في استخدام الالكترونيك بيمنت او البيمنت بطريقه الكترونيه، مش بس من ايام كوفيد. يعني انا فاكر لما بدانا في الاول كنا 99% كاش من 12 سنه،
وبعد كده يعني شفنا المرحله اللي هي وصلت بقى 80% وبعد كده 70 وبعد كده 60 وشايفين ان هي بتكمل تنزل. بس بتنزل بقى ازاي؟ انك بتعمل استثمارات الناحيه التانية. يعني الشراكات اللي عملناها بتنزل، انت بتقول اللي بتنزل الكاش اون الكاش اون ديليفري دليفري بينزل وبيبقى ده عامه في العالم، ولا انت بتتكلم على مصر؟ في العالم، بس انا بينزل بتكلم على مصر دلوقتي. اوكي. يعني هو بينزل بنسبه يعني هو كان عالي جدا وفعلا بينزل بنسبه كبيره كل حاجه. بس في نفس الوقت هو مش بس بينزل بنسبه كبيره عشان بنعمل استثمارات في الالكترونيك. بس انت فعليا يعني لو خلينا اغطي بس الحته بتاعت الاستثمارات بتاعت الالكترونيك. بس دي مثلا سواء دخلنا مثلا في شراكات مع البنوك. انا عندنا في 10 بنوك بنقدم معاهم تقسيط. في فودافون كاش، اتصالات كاش، حاطين استثمارات في شركه فاليو. يعني الحاجات دي كلها بتبقى مهم جدا. عودا لسؤالك، ان احنا نحب طبعا ان انت تقلل الكاش، بس يمكن العامل الاكبر من ده ان انا بستعمل كاش ليه اصلا. فانا بستعمل كاش ده لازم لو تفتكر اتكلمنا لازم افهم ايه اللي مهم بالنسبه للعميل. طبعا النهارده انا ما بثقش فيك، ما بثقش في التجاره الالكترونيه، لسه ما جربتهاش، فمش هطلع كارت اول مره واحطه اونلاين. بس ممكن اكون اون بانكت اصلا ما عنديش كارت. وارد جدا. بس في نفس الوقت يعني ما انت بص على الريت بتاع البانكبل دلوقتي بيتحسن قد ايه. ما هو من 12 سنه كان 93% من البلد ان بانكبل. تبص على الرقم ده دلوقتي بقى وضع مختلف خالص. يعني انا مش عارف الرقم كام بالظبط، بس هو لا هو بالتطورات والاستثمارات سواء المركزي في توجه او حكومي يعني توجه حكومي والفيجن 2030. وبعد كده يمكن اهم حاجه فيهم رواد الاعمال اللي عملوا شركات فينتك وسولوشنز فينتك. يعني فانت بتبص عليها لا هو في نقله كبيره جدا جدا حصلت. وفي نفس الوقت التجاره الالكترونيه من 15 سنه غير التجاره الالكترونيه النهارده. فبقيت دلوقتي انا كان دايما لو انا عميل جاي للموقع لاول مره، حتى لو معايا كارت، هشتري اول مره حاجه بالكاش. والله طلبتها هشوف هيجي لي ايه بعد كده. وممكن اشتريها بكاش برقم قليل. يعني مثلا ابقى عايز حاجه مثلا ب 300 جنيه اشتري حاجه تانية مثلا ب 12 جنيه اجربها. تاني مره هشتري الحاجه اللي كنت عايزها ب 300 جنيه. تالت مرة هقول طب لا والله بص الموضوع يعني شكله تمام، خليني بقى اطلع كارت واطلب المرة دي، بس هطلب حاجة تاني ب 12 جنيه. وهو ده اللي كنا بنتكلم، ان بتاخد وقت ان انت تبني الثقة مع العميل، وعكة واحدة فيهم تخسرها كلها. فمهم انك تبقى باصص للجيرني ده، يعني اللي انت ماشي عليه، انك تتأكد ان ايه ما تعملش حاجة غلط. وتاني نقطة انك تبقى عندك استعداد تغير من الاستراتيجية بتاعتك لما تشوف الحاجة اللي حواليك بتتغير. هل في خلينا نقول توقع او هدف او كده ان مثلا ان احنا ممكن نوصل ل 99% 100% زي امريكا مثلا او كده كاشلس تماما في مدة معينة؟ يعني طبعا ده صعب قوي توقعنا عارف، بس مثلا 5 سنين 10 سنين 50 سنة هل نقدر يعني بصراحة يعني بالريت يعني ما اقدرش اقول بصراحة لان مش عارف يعني. بس كل اللي اقدر اقوله ان هو يعني زي ما كنا انت الاستثمارات اللي بتعملها بتبقى اللي قدام سواء 50 سنة او اكتر. بس بالريت اللي هي ماشية عليه لا هو اكيد هيبقى قبل كده. يعني لما بتشوف وده هيبقى راجع اكتر لرواد الاعمال اللي بيعملوا شركات الفينتك. يعني دول اللي هو الامل كله فيهم، لانه السولوشنز او الحلول اللي بيطلعوا واللي يحلوا المشاكل اللي موجوده عندنا النهارده في كل ما يدور حوالين الكاش او وسيله الدفع. احنا لو فكرنا برضو من 5 سنين الايكو سيستم بتاع البيمنتس كان عامل ازاي في مصر، ما كانش حد يتوقع ان هي هتبقى اتقدمت للدرجه دي. فاي ثينك الريت ده ممكن انه يبقى في يعني في سنين يعني في رايي. لو اتكلمنا على اكتر البائعين نجاحا على امازون توب سيلرز وسالتك هل في حاجات انا متوقع ان اكيد في، يعني هل في حاجات كومن او في حاجات بينهم انت شايف ان والله اكتر 10 ناجحين كلهم بيعملوا الحاجة الفلانية او بيلتزموا بالشيء الفلاني، او حاجات نقدر ان احنا نطلعها من اكتر الناس الناجحة من وجهة نظرك انت ومن اللي امازون بتشوفه نقدر ننصح بيها الناس الجديدة اللي بتبيع سواء يعني اونلاين بشكل عام او على امازون؟ بص فاكر ما كنا بنتكلم على السياسة بتاعتنا ان احنا بنبص على الانبوت مش الاوتبوت. الانبوت تاني اللي هو الحاجات المهمة بالنسبة للعميل، الاوتبوت اللي هو البيع.
الناس رواد الاعمال والشركات والمصانع اللي بيبيعوا معانا اللي بشوفهم ناجحين ما بيبصوش على البيع، بيبصوا على الانبوت، بيفكروا في العميل. ودي يمكن حاجه مهمه. فانا لما اجي اقول طب انا بفكر في العميل وبقدم المنتجات اللي متاحه عندي، بقدمها بالاسعار يعني ان هو انا كشريك في البيع، انت اللي يعني الشخص هو اللي بيقرر يسعر بكام، دي حاجه ترجع لهم. فممكن يسعر حاجه ب 100 جنيه، ممكن يسعرها ب 100,000 جنيه، يعني دي بتبقى قرار بتاعهم. وطبعا السرعه، وممكن ليكن ان هو مثلا لو حطها في، لو استخدم المستودعات بتاعتنا والمخازن بتاعتنا بتتشحن اسرع وكده. فبيبقى حسب انا القرارات اللي باخدها بفكر على الانبوت ولا لا. وبعد كده لازم الاحظ برضو ان انا النهارده لما اجي اعرض المنتج بتاعي، يعني زي ما اتكلمنا قبل كده، هو انا كعميل بشتري مش قادر امسك المنتج. فالنهارده لو دخلت ولقيت ان في مجهود محطوط في الجوده بتاعت الصور، في الجوده بتاع شرح المنتج. بشتري تلاجة ومش مكتوب فيها كام قدم، طب انا هاخد قرار على اساس ايه ان اشتريها؟ يعني مش هقدر اقول يعني ده الصح ولا مش صح. ما هي التلاجة موجودة وسعرها هايل، بس أنا خايف، أنا مش عارف أجرب أنت فاهم قصدي؟ فالناس اللي بتفكر كعميل هم بصراحة أكتر ناس بشوفهم دايما اللي بيبقوا ناجحين معانا. و يعني احنا بنشوف برضو احنا يعني عاملين بشكل مستديم حاجه اسمها السيلر سامت، اللي هو بنجمع كل السيلرز عشان نسمع منهم مشاكلهم ونسمع منهم الحاجات اللي هم يحبوا ان احنا نطورها، بحيث ان هم يعرفوا يكبروا حجم البيزنس بتاعهم معانا. والناس اللي بيبقوا انجيجد، اللي بيبقوا حاضرين الحاجات دي وبيبقوا محضرين الاسئله بتاعتهم واضحين ودارسين وكده، هم دول يوجي اللي بتلاقيهم ان هم اكتر ناس ناجحه معانا. عمر، نورتنا النهارده، شرف شكرا ليا يا لوقتك حبيبي. وشكرا لوجودك في 5 بزنس. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك.